لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوعدوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استوعدوا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ولقد آتينا موسى الكتاب بالحق وأيدناه بروح القدس. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير
اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira hamdan katsiran subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari sifat iman. An Abi Layla radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hakka ya Aba Sufyan qad ji'tukum bid dunya wal akhirah fa aslimu taslamu. Dari Abu Layla radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai Abu Sufyan, sungguh aku telah datang kepadamu dengan membawa dunia dan akhirat, maka masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Diulangi dari Abu Layla radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai Abu Sufyan, sungguh aku telah datang kepada kalian membawa dunia dan akhirat, maka masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Hadis riwayat Tabrani. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamati syuffi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna thumma aqulu adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila nanti hari kiamat tiba aku akan diberi hak untuk memberi syafaat. Lalu aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam dadanya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Maka masuklah mereka. Lalu aku berkata lagi, lalu aku berdoa lagi, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun lebih kecil daripada itu. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nanti pada hari kiamat aku akan diberi hak untuk memberi syafaat. Aku berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Maka masuklah mereka. Lalu aku berdoa lagi, wahai Tuhanku, masukkanlah ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun lebih kecil daripada itu. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar thumma yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman
fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril hayat fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sayli alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nanti setelah ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka dan mereka dimasukkan, kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hitam. Maka mereka diceburkan ke dalam nahrul haya, sungai kehidupan, sehingga tumbuhlah mereka sebagaimana benih yang tumbuh di tepi aliran sungai yang deras. Tidakkah kalian melihat tunasnya keluar berwarna kuning dan melengkung? Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nanti setelah ahli surga masuk surga dan ahli neraka masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hitam. Kemudian mereka diceburkan ke dalam sungai kehidupan, sehingga tumbuhlah mereka sebagaimana benih yang tumbuh di tepi aliran sungai yang deras. Tidakkah kalian melihat tunasnya keluar berwarna kuning dan melengkung? Hadis riwayat Bukhari. An Abi Umamah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah mal iman? Qala ila sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Dari Abu Hurairah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Maka beliau menjawab, apabila amal kebaikanmu membuatmu senang dan perbuatan burukmu membuatmu gelisah dan sedih, maka kamu adalah orang beriman, hingga akhir hadis. Diulangi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Maka beliau menjawab, apabila perbuatan kebaikanmu membuatmu senang dan apabila perbuatan jelek burukmu membuatmu sedih dan gelisah, maka kamu adalah orang yang beriman, hingga akhir hadis. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari beriman. Insyaallah apa yang kita utamakan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi limahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا حقك وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد المسلمين واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لانفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه